كل سكان القاهرة فلاحين يا فلاح. أصل الكلمة ما فيهاش إهانة، بالعكس فلاح يعني بيفلح الأرض، بيعرف من ريحة الطمي السنة دي هتبقى حلوة ولا ما فيهاش بركة. فإيه بقى اللي حصل خلى اللي بيأكل البلد شتيمة؟ فلاح لما تتقال في خناقة مش معناها إنك بتزرع، لكن معناها إنك مش متحضر. بس مين قرر إن القرب من الأرض أقل من القرب من المكتب؟ ليه الفاس مقامه أقل من اللابتوب؟ الحكاية من مصر القديمة، لما النيل فاض فالمية دخلت على الأرض وساب الطمي من قاع النيل، فالناس بدأت تحصد وتخزن. في رسوم قديمة زي اللي قدامك دي هتشوف فلاحين في الحقول، وفي لوحات تانية هتشوف الكاتب والجابي اللي بيلم الضريبه. فالفلاح بيزرع ويأكل الدوله ويدفع، ويتابعه في ده جابي وعمده وشيخ البلد. لما جه عصر محمد علي الدوله الحديثه احتاجت الفلاح اكتر من اي وقت. كان عايز يبني جيش ويزرع قطن ويحفر ترع ويعمل مصانع تقوي الدوله. ومين اللي اتسحب من القريه للتجنيد؟ الفلاح. ومين اللي اشتغل في الحفر والصخره؟ الفلاح. مين اللي زرع محصول وباعه بشروط الدوله؟ الفلاح. في القرن العشرين الفلاح بقى يظهر في خطابات الوطنيه بعد حادثه دونشواي وثوره 19. بقى الفلاح رمز مصر الاصيله، ابن الارض الطيب اللي ظلموا الاحتلال والسلطه. النخب وقتها احتاجت الفلاح كرمز عشان تقول انا في صف مصر الحقيقيه، لكن في نفس الوقت في الكوميديا والنكت الفلاح هيبقى ماده للضحك. واحد جاي من الريف للقاهره مندهش من الاسانسير، مش فاهم الترماي، لهجته مختلفه ولبسه غريب. في وسط ده ظهرت شخصيه مضاده وهي الافندي. الافندي كان رمز للعالم الجديد، ربنا يكتبها له. تعليم وقلم ومكتب ووظيفه وطربوش ولغه شبه المدينه ومرتب اخر الشهر. ففي خيال المجتمع الافندي بقى اعلى من الفلاح، رغم ان كتير من الافنديه دول طالعين من بيوت ريفيه، وبدأ يحس ان الطين اللي طلع منه لازم يتغسل من الذاكره. هنا الفلاح ما بقاش المزارع، لكن عكس الافندي. الافندي ماسك قلم، الفلاح ماسك فاس. الافندي جوه المصلحه، الفلاح واقف على الشباك. الافندي صوته محسوب، الفلاح غشيم وصوته عالي، حتى لو الاتنين من نفس العيله، بس واحد سبق بخطوه في الحداثه، فافتكر ان الخطوه دي اصل ونسب. وبقى ناس تتكلم كأن القاهره مدينه ليها اصل صافي، كأن في قاهريين نزلوا من السماء ومعاهم مفتاح وسط البلد. لكن القاهره طول عمرها مدينه هجره، جالها مغاربه وشوام واتراك وارمن وصعايده ونوبيين وفلاحين من الدلتا، تجار وعمال وموظفين وجنود. كل موجه تدخل تتخض ويتنمروا عليهم، بعدها تفهم قواعد المكان وتستقر. بعد جيل ولا اتنين يبقى ابن البلد ويتنمر بقى على الوافدين الجداد. واحد جده كان فلاح وابوه جه القاهره فاتولد في حي شعبي، فبقى يشتم اللي جاي من القريه امبارح يا فلاح، لانه عايز يثبت انه عدى من البوابه. هنا الشتيمه مش ضد الزراعه، ضد الفقر واي علامه تقول انك جاي من تحت السلم الاجتماعي. يعني انت عايز تقول لنا يا احمد ان الفلاح ده ما بيغلطش؟ لا، وده جزء من المشكله. الدفاع الرومانسي عن الفلاح بيظلمه زي الشتيمه. لما نقول الفلاح طيب بالفطره بنسطحه ونحوله لتمثال من طين، والفلاح انسان ممكن يبقى طيب او قاسي، مظلوم او ظالم، حكيم او جاهل، زيه زي ابن المدينه بالظبط. لكن المجتمع اللي يحتاج ايدك ويحتكر صورتك، ياكل من عرقك ويضحك على لهجتك، فدي مشكله اكبر بكتير من الفلاح. انا احمد صالح بفكك التاريخ الشعبي وارجع الحكايات لاصلها. بالمناسبه اهلي كلهم فلاحين، يعني مش مواليد نيوجيرسي. يا فلاح يا ابن الفلاح.